يا عم الله يهديك. يا عم مش هينفع. انت بتصور؟ يا عم بلاش. على فكرة التصوير ده هيعمل مشاكل مع الرعاة الرسميين في قنوات اليوتيوب. يعني مصمم ان احنا نقولها يعني في الطلب ده يا جماعة طلب عزيز من اخ عزيز. على فكرة اظن انت يا عم احمد تعتبر مغترب، يعني تعتبر من بلد اخرى من الدول العربية. اظن انت كده راجل، ما دام انت معاك الباسبور السعودي تبقى معاك جنسية اخرى. بس طلبك عزيز عليا يا عم احمد، وانا مش هقدر اقصر في كلامك والله. ماشي يا عم احمد. هنقول قصيدة قالت وقد بسط علي عوافي، بمناسبة يعني الفلاحين والأرياف وكده يعني، ولغة الشرقية اللي بقى الواحد لسانه واخد عليها كده مش عارف ليه. يعني الواحد بقى لسانه كده بيتكلم كده لغة الشرقية زي ما يكون مش شرقية باين ولا حاجة. فالقصيدة بتقول قالت وقد بسط علي عوافي. قصيدة من الشعر الحلمنتيشي. قالت وقد بسط علي عوافي، وتدلعت في ثوبها الشفاف، وتحايلت وتخايلت وتمايلت حتى ثبت عقلي بغير سلاف. قالت أأنت من العجوزة يا فتى؟ هي بتقول لي يعني أأنت من العجوزة يا فتى أم أنت جلف من بني الأرياف؟ معرفش اللي عرفها يعني. إني أراك مؤنتكا ومرستكا وعليك قنطار من الأصواف، لكن لمحتك في الطريق تبص لي وتكاد تأكل من لحوم كتافي. فأجبتها والقلب يرقص داخلي أهلا وسهلا بالجمال الصافي. أنا من مصارين الصعيد وموطني طهطة، ومن قوس أتى أسلافي، ولدي في فاقوس ربع عمارة مملوكة في حارة الأشراف، ولدي فبكبير جنينة منجة وبهائم تربى على الآلاف. والحلوة الحسناء أين بلادها؟ إني أراها تلبس الشفاف. قالت أنا فلاحة من طلخة وأقيم في الزيتون عند عفافي. عفاف أختي حلوة لكنها يوم النصيب تزوجت إسكافي. قلت اقبليني كي أكون عديله، قلت اقبليني كي أكون عديله، كم قد دهست عقارب ولحافي. قالت يا لهوي، لما قلت لها يعني اقبليني قالت يا لهوي، أنت جلف جامد ومن الصعيد وتزق بالأكتاف. أنا كنت أحلم أن أتزوج من فتى سكن الزمالك من العيال الفافي، وأكون في مصر الجديدة ساكنا في شقة بمساكن الأوقاف. سكت عنها لحظة، سكت عنها لحظة فتلولوت. قالت أراك سكت كالخواف. قلت اختشي، قلت اختشي أنا لا أخاف، ولست من صنف العيال التافه اللهافي. إني عشقتك حين قلت عوافي، ريفية من قعرة الأرياف. أنا لست أرضى بالزمالك مسكنا، أنا لست أرضى بالزمالك مسكنا أو بالمعادي مثل عبد الشافي. ذاك الذي باع الصعيد لزوجة وإذا يزور كالمصطافي. إني انغرست به فأثمر نخوة وشهامة في الشبل والطواف. من عهد مينا جدنا لم ننحرف، أو عهد عمر المكرم الأطياف. من قال أن رجالنا كرجالكم، هل أو من يساوي الدر بالأصداف. من قال أن حريمنا كحريمكم، هل دفء بطانية كلحافي. قالت لقد أعجبتني يد العدي، قالت لقد أعجبتني يد العدي، هيا إلى المأذون دون خلاف. فأجبت لا بد لي من خزنة وعباية وعصاية وخراف، ويكون حولي معشر الأشناب مسنونة الحدين كالأسياف. فبعثت فتحي للصعيد، بعثت فتحي للصعيد، فجاء لي بعصابة في السرد والصفصاف. وتشخلع المأذون بين ديارنا، وتلا علينا سورة الأحقاف.
واهتز رأسي فجأة، واهتز رأسي فجأة، فصحوت من نومي على زوجي تشد لحافي. قصيدة قالت وقد بصت علي عوافي. أظن أنت ارتحت كده يا عم أحمد. قصيدة من الشاعر الحلبنتيشي، القائل مستر سبورتس على قناة المستر سبورتس. السلام عليكم.